ان وصفات الكباب اكتر حاجه عليها مشاكل وعليها خلافات كتير، قررت اعمل كفته في الصينيه او كباب في الصينيه. موضوع بسيط قوي، وتعالى اوريكم الطريقه. نص كيلو لحمه مفرومه، هضيف عليها بصله صغيره، فلفل احمر، شويه بقدونس مش كتير، الملح، فلفل، رشه من جوز الطيب، وكل ده هضربه مع بعضه بالكبه تمام لحد ما اختلطت كلها. انا هعملها في الصينيه، هحط فيها زيت، وهاجي اخد الكباب بتاعي او الكفته احطه هنا وهبدا اشكله كده. شفتوا رتبته مظبوط. هاخد دلوقتي اي سكينه او اي قطاعه كده واقسمه كانه صوابع، فاهمين كده. حط جنبيه فلفل حار هنا. ودلوقتي هدخله الفرن على حراره عاليه، النار من تحت ومن فوق، بياخد تقريبا 20 دقيقه وبيكون جاهز. معقول في سندوتشات كباب من غير بصل بالسمك؟ قطع البصل رفيع وبفركه مع الملح، سماق، شويه عصير ليمون، ونفركهم البقدونس. طبعا الطحينه انا بحب اضيفها هنا واخففها بالميه، احط عليها خل او عصير ليمون، ملح، شويه كمون، ارجهم كلهم مع بعض كده او اقلبهم مع بعض. طلع قوام ممتاز، يا دوب اخد ربع ساعه 15 دقيقه وكانت دي النتيجه. اعيد عليه بس بالسكين افصله. الكفته او الكباب في الصينيه، شوفوا مسقسق، الله عليه. ده ساندوتش في العيش البلدي كده. ولو بتحبي الفلفل الحار خدي لك معاه قرن كده، بصل، سماق كده اهو، الطحينه، وادعيلي.